هقول لكم اللي انا فاهمه، بس هي مرتبطه بمنطقتنا كلنا. احنا كنا مفترضين ان العراق هي العراق بسبب صدام. طلع انه صدام كان صدام بسبب العراق. فكر فيها كده تاني. احنا كنا فاكرين ان العراق كان في وضع سيء بسبب صدام، فلما نشيل صدام العراق يبقى كويس. بس اكتشفنا بالخبره لا، ده يظهر ان صدام يعني كان وحش، كان ديكتاتور بسبب العراق، ان هو مشي صدام ومحدش عرف يلعب الدور بتاع صدام. انا هعمل حاجه بقى اقوى شويه من كده، او ممكن تزعلنا شويه، بس انا مضطر اقولها عشان صديقك ومن صدقك. يعني احنا كنا مفترضين انه مصر كانت مصر بسبب مبارك. مشي مبارك مصر تتظبط. احنا النهارده اكتشفنا لا، ده مبارك كان مبارك بسبب مصر. واحنا ما ينفعش كمنطقه بقى يحكمنا نظم ديمقراطيه، حكم قانون ومساواه ومواطنه. يعني العباره الشهيره بتاعت عمر سليمان اللي قال لك احنا مش مستعدين للديمقراطيه. انا قلت هو صح، احنا مش مستعدين للديمقراطيه، بس نسي يكمل يقول واحنا السبب. احنا اللي هو نظام مبارك والى اخره.